هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. بقالي كذا فتره او كذا اسبوع ما عملتش هكون مطاطا بودكاست بتاعي، محدش سأل ولا حد اطمن، بس اتس اوكي. هنرجع لمرجعنا وارجع اكمل الحلقه الخامسة من هكون مطاطا. النهارده بقى قررت اتكلم على النق. والله لا، مش الحسد، لا النق. ان مثلا ايه، حد بينبر في حاجه وفجاه انا كان في 2 أو 3 كده كل ما يشوفوني يقعدوا يقولوا لي ايه، انت بتجيبي وقت منين تعملي كل ده؟ بتجيبي وقت منين؟ انا مش عارفه اروح التويليت وزي البني ادمين كده واقعد براحتي، ولا اخد شاور، ولا ابص في المرايه. ما عنديش ده. يعني اعمل كوفي واشربه بلاقيه برد، يعني عدى كذا ساعه اصلا. انا شكرا يا جماعه، شكرا جدا. لا وبالعكس كنت فرحانه قوي هما بيقولوا لي كده. ليه نبرتوا فيها؟ ليه؟ حرفيا انا بقيت الاحظ ان النق ده، يعني انا كنت اخر واحده تتكلم عن الحاجات دي، وعارفه ان في ناس كتير كانت بتقعد تكلمني خلي بالك من الحسد، بس حرفيا ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا اصلا بحس الموضوع ده حساس جدا، حساس في كل حاجه. يعني مثلا انت ما بين حاجتين، يعني اما بنعمه ربك فحدث، ولا مثلا اقضوا حوائجكم في الكتمان واسكتوا متبقاش فاهم انت المفروض تعمل ايه. ودايما بقول لنفسي طب انا عامله اللي عليا، انا بقول اذكاري وبصلي والرقيه وتمام. طب ليه بيحصل ده؟ ما هقولها كل دي ذنوب يعني؟ هقولها كل اللي بيحصل في حياه الواحد ده ذنوب عملها؟ يعني ايه ده؟ بس في بعض الاوقات بحس ان اصلا الانسان ممكن يأذي نفسه بنفس الطريقه. ليه بقى؟ لان في حاجات احنا مش بنقولها، في حاجات مثلا زي ما شاء الله، سبحان الله، ايه ده، ربنا يحفظ، ربنا يبارك، ربنا يزيد، في حاجات ادعيه ومفروض لساننا ياخد على الكلام ده. فلما ياخد على كده، مع اول حاجه هنشوفها او حاجه يعني ننبهر بيها، هيبقى اول حاجه طالعه من لساننا ذكر ربنا، وده هيحافظ على الحاجه ذات نفسها. وبعدين انت ذات نفسك بقى لو قعدت مع حد خايف اصلا من موضوع الحسد والنق ده، يا لهوي، تبقى مش عارف تقول ايه. مثلا حد عمال يحكي على ولاد ولا حاجه اشتراها ولا حاجه عمال، طب اقول ايه؟ اقول مثلا واو وانبهر واشجعهم، ولا اقول ما شاء الله وكده وتفتكر ان انا يعني الموضوع ده بيبقى مربك قوي، مربك. يعني بقينا في وضع احنا مش عارفين يعني اشجع ازاي اللي قدامي، وفي نفس الوقت ما يفكرش ان الواحد بيحسده. وازاي انا كمان احكي عن حاجه واكفي شر، يعني اكفي خرش دي بتقالي ازاي، اكفي خرش، اكفي شر، اكفي خير شر، يعني ننهي الموضوع ده بان الموضوع ده ما يحصلش. يعني ازاي؟ فبقيت بحس ان الموضوع بيضايق طرفين، يعني فاهمين يعني انا عايزه الرساله توصل. انا بتكلم كتير، مش عندي وقت، والله العظيم ما عندي وقت. فالموضوع طلع صعب، وطلع برضو مش عايزين بقى ان كل مصيبه تحصل نقعد نقول ايه ده احنا محسودين ومنقوم مش عارفه ايه، وانت اصلا ممكن تكون فاشل يعني اصلا وحظك زي الزفت. فبحس في بعض الاوقات في موجود الموضوع ده، وبعض الاوقات بحس ان هي بيبقى شماعه بقى بنقعد نعلق عليها هبلنا وضعفنا وفشلنا. احنا بس نرجع نفكر بعض ان احنا مثلا لما نيجي نشوف حاجه كويسه نقول ما شاء الله، نيجي نحكي عن حاجه واحنا بنحكيها نتمنى اللي قدامنا كمان يكون عنده احسن من الحاجه دي. ودي فعلا حاجه صعبه، هي اكيد حاجه مش بتتشاف يعني، بس هو القرآن ذكرها. يعني ربنا ذكر الحسد وقد ايه دي حاجه شر وحاجه بشعه، واوقات ممكن علاماتها ناس تموت منها فالموضوع معتقد يعني انا حاسه ان انا ربطها اكتر بالهيلينج انرجي. كل حاجه في العالم، كل حاجه ربنا خلقها ليها طاقه، كل حاجه النار، الميه، كل حاجه ليها اهتزازات وذبذبات معينه بارقام معينه. فالحسد بحس ان ليه طاقه، بحس ان في ناس باينه ان هي بتعمل كده ومش مش عارفه بقى دي حاجه بيقدروا يسيطروا عليها ولا لا، بس بيبقوا مش متصلين بروحهم اصلا. في اوقات لما بنخش مكان بنقول الله المكان ده انا روحي ارتحت له، او تقعد مع ناس تقول الشخص ده انا روحي ارتحت له، وفي ناس تقعد معاهم تحس ان في حاجه مش طبيعيه. هل ده كلنا بنمر بالمواقف دي؟ ما ده معناه ان في طاقه بتجيلك من المكان، من الاشخاص، يعني ساعات كمان انا بحس ان انا من الناس اللي بحس بطاقه الناس، يعني بحس بالطاقه، معرفش ازاي.
بس انا ممكن اقول لكم علامات تساعدكم برضو تعرفوا الناس اللي قدامكم طاقتها عامله ازاي. بس طبعا اللي انا بقوله ده مش حاجه مسلم بيها يعني للدردشه في هكونا مطاطا، بس حصريا على هكونا مطاطا. انا بحس مثلا الناس اللي ممكن يكونوا مثلا بيحسدوا او بينقوا او الكلام اللي هو ده، عندهم طاقة ضعيفة جدا منخفضة. طاقة عاملة ازاي؟ كأنها لون رمادي كده، لون داكن مع غامق، اللي هو بتقعدي معاه تحسي هتصدعي وتعبتي فجأة عندهم دايما نقص. وبيحاولوا يمتصوا منك الطاقة دي بتاعتك عشان هما اللي ينوروا، لان هو الطاقة بتاعته منخفضة داكن، فبيبقى عايز ينور، فبيسحب منك طاقتك، بيسحب منك كل حاجة. وهتلاقيهم دايما عندهم توتر داخلي، حتى لو شكلهم هادي وقاعدين كده هادي، هتلاقي لا ده شغال وتوتر وقلبهم بيدق بسرعة، مش عارفين يستقبلوا اي خبر حلو بابتسامة او بحب فعلا. قول كده خبر كويس قدام حد وهتلاقي هتبان طاقة كل واحد في وشه وفي مشاعره وفي تصرفاته، هيبان. فبالتالي يعني الكلام اللي ربنا قاله فعلا صح. وطبعا الله لا يجرب يعني، ولكن انا اكتر بربطها بعلم الطاقة بصراحة، او بحس ان انا من الناس اللي بتحس بالطاقة، بحس طاقة المكان، طاقة البني ادمين، بحس بده. طيب الانسان المتوازن بقى بتبقى طاقته عاملة ازاي؟ الانسان المتوازن طاقته لو هنمثلها بلون هتبقى شبه اللون الذهبي كده او اخضر فاتح. اللون المريح، اللون بتاع عايز ينمو، عايز يكبر، عايز يتطور، عايز ينبسط. مش محتاج ياخد من حد حاجة، مش محتاج، هو مبسوط راضي. خلي بالكوا الشخص المتوازن مش ضروري يكون غني جدا او مثلا ما عندوش مشاكل، بالعكس ممكن يكون عنده مشاكل وهو مش غني، ولكن هو عنده راضي بكل حاجة ربنا كاتبها له، وعارف ان كل وقت ده وقته هيمر، او الوقت حتى الحلو او اللي مفهوش مشاكل ده وقت برضه هيمر. فعنده رضا داخلي، وعنده امتلاء في قلبه. وده الفرق. لما الانسان يبقى عنده نقص بتبدأ الغيرة، فبيبتدي الحسد. لكن لما الانسان يبقى مليان من جوه وراضي، فهو مش مضطر اصلا يتأثر باللي حواليه، او حاجة حلوة او حاجة وحشة تأثر فيه، هو اوريدي قلبه مليان. طبيعي برضو نلاقي الانسان المتوازن حابب يساعد ويدي من غير مقابل، او مثلا مش مستني حاجة، لان هو عنده العطاء جزء من الحب. وانا قلت من الاول ان هو مليان، قلبه مليان حب، مليان ثقة في نفسه، مليان رضا، فبيبتدي بقى يوزع، او عنده العطاء ده حاجة عادية، مش حاجة في مقابل حاجة. وهنحس دايما ان جسمه في انسجام مع جسمه وروحه. يعني مثلا لما يحب يسمع حاجة يركز في السمع، يشوف لوحة يتأثر بالألوان، يحس بمشاعره اللي ربنا خلقها. وعشان كده ممكن ما بيحسش بقى بتعب كتير، او بيحب يعني يمشي، يخرج، يتفسح، يلف والكلام من ده. فده الفرق ما بين الانسان المتوازن او الانسان اللي عنده طاقة عالية او طاقة منخفضة. بس حبيت اتكلم معاكم في الموضوع ده، واكتبوا لي كده تجاربكم. هل مثلا بتخافوا من الحسد؟ ما بتخافوش؟ هل حصل لكم مواقف مثلا خضتكم؟ انا مبسوطه جدا ان رجعت اكمل البودكاست اللي انا كنت بداته، مع ان انا بصراحه ان انا التزم بحاجه بتبقى موضوع صعب عليا، بس انا عاملاه تشالنج بيني وبين نفسي، واتمنى تكون الحلقات بتعجبكم. مبسوطه ان انا رجعت اعمله تاني. يلا استنوني كل جمعه بودكاست هكونا مطاطا.